ثلاث افلام دول لو انت ما شفتهمش نصيحه مني اتفرج عليه. اول فيلم هو فيلم 7 واللي بيدور حوالين اتنين محققين، واحد في اخر عمره وواحد لسه بيبدا مسيرته، بيقرروا ان هما يتعاونوا مع بعض في قضيه علشان يقدروا يقبضوا فيها على قاتل محدش عارف يمسكه. الفيلم ده واحد من احلى الافلام عموما، وطبعا من بطوله براد بيت ومورجان فريمان. انا مش محتاج اتكلم اكتر من كده. تاني فيلم هو فيلم ليون، واللي بيحكي عن طفله كانت عايشه مع اسرتها لحد ما العصابات بتقرر ان هي تموت اسرتها كامله، فهي بتهرب وتروح لجارهم، واللي في الاخر بيطلع قاتل مأجور وبيقرر ان هو يحميها من اللي عايزين يموتوها. ده واحد من احلى الافلام اللي ممكن تتفرج عليها، وبجد انت لو ما شفتش الفيلم ده فانت فايتك كتير قوي. الفيلم طبعا من بطوله جون رينو وناتالي بورتمان. واخر فيلم معانا هقول لك عليه النهارده، وهو واحد من اجمد الافلام في التاريخ ده كده فيلم ذا جاد فازر. الفيلم طبعا قديم ونزل سنه 72، ولكن انا النهارده قلت لك اني جاي اقول لك على افلام ما ينفعش تبقى ما شفتهاش. الفيلم طبعا بيحكي عن المافيا وعن الصراعات اللي بتحصل ما بينهم، وعن الصراعات الداخليه اللي بتبقى في العيله نفسها، والاحداث اللي بيعملوها بره. هتعيش فيلم عظيم جدا لما تشوفه. ده هيبقى واحد من احلى الافلام اللي انت اتفرجت عليها عموما. الفيلم طبعا بطوله مارلون براندو والباتشينو. وبكده ابقى قلت لك على الثلاث افلام بتوع النهارده. ما تنساش لو الحلقه عجبتك تعملي لايك وشير، وسيب لي رايك تحت في الكومنتات. لو انت في افلام تانية عايز نتكلم عليها احكي لي عنها في الكومنتات وانا هرد عليك على طول. استناني في الحلقه الجايه هبقى اقول لك على افلام اكتر بكتير من كده. سلام.